مرحبا بكم في القناة ديالي حكايات من المغرب. هنا غادي تسمعوا قصص واقعية ودرامية كتحبس الأنفاس، وكل قصة فيها عبرة وحكاية خاصة. تابعوا معايا القصة ديال اليوم وغادي تكتشفوا سر ما عمركم تخيلتوه. منين كنت صغيرة كنت كنشوف خالتي بحال اختي الكبيرة، كتجي عندنا للدار، كتضحكني، كتشري لي الحلوى، وديما كتدافع عليا قدام ماما وبابا. كنت كنقول مع راسي يا ريت لو كانت خالتي عايشه معنا في دار وحده، حياتي كانت كتكون اسهل. كبرت وانا كنعتبرها اقرب وحده ليا حتى من صحاباتي. اي سر عندي كنت كنفضفض به ليها بلا ما نخاف تحكم عليا، وهي بدورها كانت كتخليني نحس بالحب. كتقول لي ديما انتي ماشي غير بنت اختي، انتي بحال بنتي وصاحبتي. وملي دخلت للجامعة تبدلات حياتي، صحابي تفارقوا وكل واحد مشى لطريقه، وبقيت كنحس بالوحدة. هنا رجعت كنهضر مع خالتي كتر، كنت كنهرب من الضغط ديال الدراسة والمشاكل ديال الدار ونمشي لعندها. كانت كتفهمني، كتنصحني، كتشاركني قصصها وحتى أسرارها مع رجال كانت كتحكيهم عليا. في الأول قلت عادي، حتى أنا كبرت ولات كتعاملني بحال صديقة، لكن مع الوقت بديت كنلاحظ تصرفات ما كانتش مريحة. خالتي بدات كتطلب مني نخرج معاها بلا ما نقول لدارنا، كتحرضني نكذب على ماما، قولي ليهم عندك قرايه ولا خرجت مع صاحبتي، ماشي ضروري يعرفوك انك معايا. انا عرفت ان بصح ماما واخده شي فكره ماشي تلهي على خالتي، ولكن فعلا انا كنت كنتيقه حيت ثقتي فيها كانت عمياء. مره خلتني نسلف فلوس من المنحه ديالي وقالت غادي نرجعهم ليك في النهار الفلاني، لكن داك النهار ما جا وما بان والفلوس مشاو. وملي سولت قلبات الموضوع عليا وقالت واش غادي تحاسبي خالتك على شويه ديال الدراهم، راه انا اللي كبرتك ووقفت معاك. انا حسيت بشي حاجه ماشي طبيعيه ولكن سكت، قلت ان بعض الظن اثم. حتى جا النهار اللي بدات توريني الوجه الاخر، جابتني معها لواحد اللقاء مع صحابها، كانوا ناس كبار عليا في العمر وكيشربوا وكيضحكوا بطريقه ما عجبتنيش. حسيت براسي غريبه وسطهم وبغيت نهرب، لكن خالتي شدتني وقالت غير كوني هانيه، راه غير صحابي هادو. من داك النهار وانا بقيت متوتره منها، ولكن الصدمه الكبيره مازال ما جاتش. واحد الليله كنت ناعسه وخالتي كانت ضيفه عندنا في الدار، بلا ما نفيق شدات تليفوني وصورات المحادثات الخاصه ديالي مع صحاباتي، ومن تما بدات كتبعت لي رسائل تهديد، الا ما درتيش اللي بغيت غادي نوري هادشي لماماك وباباك. تصدمت، خالتي اللي كنت كنشوفها اقرب وحده ليا ولات كتبتزني. بديت كنعيش في الرعب، ما قدرتش نقول لوالديا حيت غادي يلوموني، وانا غادي يقولوا لي علاش كنت كنهضر مع خالتي بحال الصاحبه. واجهتها مباشرة وقلت لها علاش كديري فيا هكا، انا ما عمري خيبت ظني فيك. بقات ساكتة شوية ومن بعد انفجرت وبانت الحقيقة. خالتي كانت غارقة في الديون والناس كيطلبوها بالفلوس، وكانت باغية تجرني معاها في المشاكل باش تعيش على ظهري. ذاك النهار عرفت ان حياتي تبدلات ونضجت، وقطعت العلاقة معها نهائيا رغم انها من دمي ولحمي. وتعلمت واحد الحاجة مهمة، ماشي اي واحد قريب ليك وتضحك معاه وتبكي معاه يستاهل يولي صاحبك المقرب. حتى الاقرب ناس ليك يقدروا يكونوا اول ناس يورطوك. كنتمنى تكون القصة ديال اليوم عجبتكم وخديتوا منها العبرة. ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة حكايات من المغرب، وكتبوا لي رأيكم في التعاليق. تعاليقكم راه هي اللي كتعطيني القوة نكمل ونجيب لكم قصص جديدة كل نهار. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.